السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. بدأت يومي معاكم كده بالفطار. هنا فول وطعمية عملناه مع بعض الفيديو اللي فات، وسلطة ومخلل. لو مشفتيش الطريقة روحي شوفيها. عملناها بيتزا كده وحلوة. فطرنا كده والحمد لله. دخلت بقى ايه اشوف اللي ورايا. عندنا كده دوت غسيل نحطها في الغسالة كده مع بعض. فيديو النهاردة تشجيعي وحماسي، في حاجات كتير حلوة هتفيدك. تابعي معايا الفيديو للنهاية. ولو انتي أول مرة تشوفيني، أنا سوسو ودي قناتي. أتمنى إن انتي تشتركي عندي لو انتي أول مرة تشوفيني، وتعملي لايك لو الفيديو عجبك، واستناكوا في كومنتاتكم اللي بتسعدني وبتفرحني دايما. تمام. هنا ايه، حطيت ورد كده الغسيل زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى تشتغل، وهحطها طبعا المسحوق بتاعها. تمام. هما كان شوية صغيرين كده، هنغسلهم. تمام. هنا بقى اشتغلت كده الغسالة. خلاص بقى هسيبها مع نفسها، وهدخل انا بقى ايه عشان هنعمل غدا دلوقتي مع بعض ان شاء الله. غدانا ايه النهارده يا سوسو؟ غدانا هيكون فاصوليا بيضة ورز ولحمة. تمام. اول حاجة كده هعملها، انا طبعا هسلق اللحمة. تمام. هنا ايه تبدأ ان هي تتسلق. تمام. هسيبها كده على النار بقى تتسلق مع نفسها، وتعالي نسلق مع بعض الفاصوليا. هنا طبعا حطيت مية وحطيت فيها الفاصوليا عشان تتسلق. طبعا الفاصوليا منقوعة من امبارح، فهنا ايه كانت هتبدأ ان هي ايه تغلي كده معايا. هوريكوا برضو لما تبدأ تغلي. بصوا بيبقى هنا في ريم كده على الوش، لازم احنا ايه نشيله. طبعا بتضيفلها ايه نص معلقة ملح صغيرة، وربع معلقة كربوناتو. تمام عشان تستوي معاكي بسرعة. خلاص. بصوا هنا بقى شلت كل الريم اللي على الوش، وطبعا بدأت ان هي ايه تغلي كده معايا. هسيبها بقى تستوي كده مع نفسها لحد ما تستوي خالص. وبعد كده طبعا ايه شو بقى هنعمل ايه دلوقتي مع بعض. يلا بينا نعمل رز كده. تمام. حطيت بقى هنا شوية زيت، وهبدأ ان انا ايه تعمل الرز. في الوقت ده طبعا الفاصوليا كانت اتسلقت خلاص، وكمان صفتها وركنتها زي ما انتوا شايفين كده جنبي كده على البوتاجاز. تمام. طبعا اللي كان لسه مستويش اللحمة، طبعا هي ايه بتاخد وقت اطول شوية عن الفراخ. ماشي. تمام. خلاص كده هبدأ ان انا احمر الرز. تمام. هنا اتحمر معايا، وبعد كده هضيف عليه النص التاني من الرز، وبعد كده هضيف عليه شوربة. تمام. وهسيبه مع نفسه بقى ايه يغلي كده. يلا بينا نعمل التسبيكة كده مع بعض. عندي هنا بصلة كده هسيبها ان تتحمر على النار، وضفت عليها شوية صغيرين كده من ملح فلفل اسود. تمام. هنا بقى ايه كده اتحمرت البصلة معايا، وضفت عليها الطماطم المتسبكة.
هسيبها بقى ايه تغلي كده غلوتين. وبعد كده هنا كانت اللحمة بقى استوت، فهبدأ ان انا احطها جوه الصلصة. تمام. وطبعا هنضيف الفاصوليا اللي سويناها مع بعض. تمام. وطبعا هنسيبها ايه برضو تاخد غلوتين كده على النار، ونزود لها شوربة. بس كده، وادي كده الفاصوليا خلصت معانا. وادي الرز كمان بدأ ان هو يغلي، هبدأ ان انا اوطي عليه لحد ما يتشرب معايا خالص. وادي برضو الفاصوليا برضو بدأت تغلي كده، هسيبها تغلي كده شوية، بعد كده هطفي عليها. يبقى كده الاكل جاهز. وادي الرز كمان استوى. تعالوا بقى هوريكم شكل الاكل عامل ازاي، ولا طعمه كان تحفة. هنا بقى غرفت كده، بصوا ادي كده الرز، وادي الفاصوليا، وكمان بتنجان كده مخلل، طعمه كان جميل. تمام. يلا بينا ايه ندخل بقى بعد الغدا على المطبخ، نغسل شوية المواعين اللي عندنا. دول طبعا بتوع الفطار والغدا مع بعض. تمام. فايه شايفينهم كتار شوية، بس ايه هنخلصهم دلوقتي وهنشجع بعض. بس لو وصلتي لحد هنا في الفيديو متنسيش تعملي لايك واكتبي لي كومنت حلو زيك، هيشجعني ويفرحني طبعا. فيلا كده قومي وتشجعي معايا، اغسلي بقى شوية المواعين اللي عندك في الحوض قاعدين وخلصيهم كده عشان تقعدي فايقة كده ورايقة مش وراكي حاجة. فالفيديو اهو تشجيعي وحماسي ان انتي تقومي بقى ايه تشوفي اللي وراكي. اكتر حاجة طبعا في ناس كتير مش بتحبها اللي هي المواعين، تحسها ان هي تقيلة. ايه اكتر حاجة مش بتحبوها برضو في التنظيف مثلا؟ ايه تطبيق الغسيل ولا المواعين ولا التنشير؟ ايه اكتر حاجة مش بتحبوها في شغل البيت؟ قولولي كده وشاركوني في الكومنتات، عايزة اعرف ايه اكتر حاجة انتم مش بتحبوها. وايه برضو الحاجات اللي انتم بتحبوها وبتحبوا ان انتوا تعملوها بتستمتعوا بيها اكتر. انا اكتر حاجة بحبها الترتيب والتنظيم، بحبه قوي. فقولولي برضو، هستناكم في الكومنتات تقولولي ايه اكتر حاجة انتوا بتحبوها، تحبوا ان انتوا ايه تعملوها في شغل البيت. تمام. خلاص كده هنا غسلت كل الطبقة زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ ان انا اشطفهم وكمان هصفيهم. اشطف كده كويس. بصوا هنا ايه واحدة واحدة كده تانية بدأت كده ايه تهدي معايا، واحس برضو ان انا انجزت حاجة. طبعا زي ما انتم متعودين معايا ان احنا ايه نغسل حاجة حاجة ونشطفها، يعني الطبقة كده نشطفهم. إيه غسلناهم نشطفهم على طول. كمان الكوبايات برضو نفس الكلام.
فده بيخلي برضو ان ايه، انت تحسي خلاص كده الدنيا رقت معاكي. خلاص كده خلصت اخر حاجة دول، طبعين دول هشطفهم وخلاص. بعد كده على طول هدخل على المعالق. كان في برضو ايه شوية معالق محترمين كده برضو. طبعا مفيش غير الحلة دي بتاعة الرز. هغسلها برضو ايه، وهنظبط كل حاجة كده دلوقتي مع بعض. يلا بقى قومي يا حلوة، لو وراكي اي حاجة ايه خلصيها معايا. خلصي بقى الفيديو وعلى طول تقومي تغسلي شوية المواعين اللي عندك في الحوض قاعدين مكسلة ان انتي تغسليهم. اديني اهو شجعتك وغسلت معاكم المواعين عشان نتشجع مع بعض. خلاص كده انا خلصت، هبدأ ان انا اشطف برضو زي ما اتفقنا. بنغسل الحاجة وبعد كده بنشطفها كويس. نشطف دول كمان وخلاص كده. اخر حاجة هغسلها الحلة. خلاص بقى كده الدنيا هتبقى زي الفل دلوقتي معايا. بعد كده طبعا انا ايه هشطفها. طبعا هغسل بقى الحوض وهلم الدنيا برضو انا كده مع نفسي عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده عشان ما تزهقوش مني. تعالوا كده برضو اوريكم برضو كده ايه الدنيا بقت شكلها عامل ازاي والمطبخ. بصوا ايه رأيكم بعد ما خلصنا كده المطبخ رايق وزي الفل. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. متنسونيش في اللايك وفي الاشتراك وفي كومنتاتكم الحلوة. مع ألف سلامة.